جلاد السجن الحربي الطاغية حمزة البسيوني اللي اخترع العروسة في التعذيب. سنة 1922 بيتولد في القاهرة شخصية من أسوأ وأقذر الشخصيات اللي عدت على تاريخ مصر، حمزة البسيوني. اتولد حمزة وسط عيلة أرستقراطية وغنية، فأبوه كان واحد من رجال القضاء المصري، وكان نفسه إن حمزة يطلع قاضي شبهه. بس حمزة من وهو طفل كان نفسه يطلع ضابط، بس تلبية لرغبة أبوه بيدخل حمزة كلية الحقوق. وأول ما حمزة دخل كلية الحقوق، حمزة اتعرف على واحد اسمه فتحي رضوان، وده اللي أصبح بعد كده وزير للإعلام. وفتحي رضوان بيحكي وبيقول إنه اتعرف على حمزة في كلية الحقوق قبل ما حمزة يحول من كلية الحقوق للكلية الحربية. والغريب إنه بيقول إن حمزة كان شاب ودود ورقيق جدا، وكان مليان بساطة وطيبة تكاد أن تصل لحد السذاجة. مش بس كده، لا ده كان ثوراجي بيشارك في مظاهرات الجامعة وعلى طول بيقاوم البوليس. بس حتى الطريقة اللي كان بيقاوم حمزة بيها البوليس كانت طريقة غريبة قوي، كانت بتخلينا كلنا نضحك عليه وعلى طيبته. أصل في الوقت اللي كنا بنولع فيه ونحدف طوب على الضباط والعساكر، حمزة كان بيرش عليهم مية بالخرطوم ويقعد يضحك لما هدومهم كانت بتتبل زي العيال الصغير. بس بالرغم من كل ده، حمزة منساش حلمه انه عايز يطلع ضابط، وحول من كلية الحقوق للكلية الحربية، وده كان شيء متاح ساعتها. وبالفعل بيدخل حمزة الكلية الحربية وبيتفوق فيها وبيبقى ضابط، بس برضه ضابط كله بشاشة وطيبة وروح حلوة، ده اللي كان باين قدام الكل. وبيشتغل حمزة في وحدة عسكرية، الوحدة دي وحدة قريبة من المؤسسات الحكومية، وده اللي بيسمح له انه يتعرف على الدكتور سيد عويس. الراجل ده بعد كده بقى من اكبر الاساتذة في علم الاجتماع الجنائي، وحكى بنفسه وقال انه اتعرف على حمزة البسيوني وحمزة لسه ضابط صغير. كان حمزة يا دوب لسه متخرج، ما بقالهوش سنة واحدة، وكان حمزة شخص طيب جدا وشخص مسالم بشكل مش طبيعي، وما كانش فيه اي حاجة بيعملها حمزة قد الضحك والهزار. وسيد عويس بيكمل كلامه ويقول: لما كنت بخلص شغلي واروح اتمشى مع حمزة، كنت بحس اني ماشي مع عيل صغير عمال يضحك مع ده يهزر مع ده وعمال يتصرف تصرفات طفوليه. وبصراحه انا عمري ما لاحظت عليه اي شيء عدواني، ما كانش فيه الا حاجه واحده مش لايقه على شخصيته المثاليه دي، انه كان دايما بيحكي لي انه بيحب ست متجوزه ومش قادر يبعد عنها، وبيحاول انه يخليها تتطلق من جوزها باي شكل وباي وسيله علشان يتجوزها هو. وتعدي كام سنه ويتعرف حمزه البسيوني على صلاح نصر، وطبعا صلاح نصر بيعرفه على عبد الحكيم عامر، وعبد الحكيم عامر بيعرفه على جمال عبد الناصر اللي ضمه للضباط الأحرار. وتيجي ثورة يوليو ويمشي الملك فاروق ويعدي سنتين، ويجي يوم 26 أكتوبر سنة 54 وتحصل حادثة المنشية في اسكندرية اللي تم محاولة اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر فيها. هل بقى محاولة الاغتيال دي كانت حقيقية؟ هل كانت تمثيلية؟ الله أعلم. بس هبقى أعمل لكم حلقة مخصوص عن موضوع حادثة المنشية ده. ومن الوقت ده بيتكتب الظهور الأول للطاغية حمزة البسيوني. أصل ساعتها بيتم إصدار قرار بإنشاء السجن الحربي في مصر، وتعيين حمزة البسيوني مأمور للسجن الحربي، واللي كان سجن ضخم جدا في مدينة نصر. ومدينة نصر كانت صحراء ايامها، ومحدش كان يعرف عن مدينة نصر حاجة تقريبا، الكلام ده في الخمسينات. والسجن ده مساحته كانت 6 فدان تقريبا، وكأن حمزة كان مستني القرار ده عشان يتحول لطاغية ووحش ما شافتهوش مصر قبل كده. وبيظهر وش حمزة الحقيقي، وبيبقى اسمه من الاسامي اللي رعبت مصر كلها. الكاتب الكبير مصطفى امين اللي كان شاهد عيان على انحرافات حمزة البسيوني واللي تعذب منه شخصيا، بيحكي في كتابه سنة أولى سجن وبيقول: لما تم اعتقالي في السجن الحربي انا شفت بعيني الراجل اللي رعب مصر كلها. جه حمزة البسيوني وقف قدامنا بعد ما وقفنا 7 ساعات في الشمس، مع العلم اننا كنا في عز الحر في عز الصيف في شهر 7. وبصلنا كده وهو بيضحك وقال لنا: انا عايز اقول لكم حاجه، انا بستلم المساجين من غير ايصال ومن غير حتى عدد ومن غير ما اكون مسؤول عن حياتهم اصلا. والصحراء بتاعت مدينه نصر اللي حوالينا دي مليانه بالجثث، ده احنا حتى بنفكر نزرعها من كتر السباخ اللي بقى موجود في الارض. وقعد حمزة البسيوني يضحك. ومش مصطفى امين بس اللي حكى، ده كل المعتقلين اللي دخلوا السجن الحربي وكتبوا مذكراتهم حكوا عن انحرافات حمزة البسيوني البشعة وطرق التعذيب البشعة اللي كان بيتبعها، سواء كانت طرق التعذيب دي بدنية او لفظية، وانه كان بيتلذذ بالتعذيب خاصة مع المفكرين والدعاة واصحاب الرأي. وكمان كان بيبتكر في التعذيب، ما هو اللي اخترع العروسة اللي كان بيصلب عليها المعتقلين ويجلدهم. وحمزة كان بيبقى واقف مبسوط ومنشكح وهو مستمتع بصوت صريخهم، لدرجة انه في مرة وهو بيعذب احد الدعاة، الراجل كان بيصرخ من شدة الجلد والألم والتعذيب وبيقول: الحقني يا رب. فحمزة قعد يضحك ورد عليه رد هو ابشع رد ممكن تسمعه في حياتك.
قال له الحقني يا رب، ربك لو نزل انا هحطه في الزنزانه اللي جنبك. استغفر الله العظيم يا رب. ده حتى الافلام بينت لنا مدى طغيان حمزه البسيوني واللي كان بيعمله في المعتقلين في الوقت ده. ومن احسن الممثلين اللي جسدوا دور حمزه البسيوني كان محمود عبد العزيز في فيلم البريء، الضابط اللي كان مع عيلته واصحابه واولاده ملاك نازل من السما بيهزر مع ده ويضحك مع ده، بس وشه الحقيقي بيبان جوه المعتقل سفاح وقتال قتله ما عندهوش قلب. وبرضه من احسن الممثلين اللي جسدوا شخصيته هو الفنان سعيد عبد الغني في فيلم احنا بتوع الاتوبيس، اللي قدر وببراعه انه يجسد البرود والاستفزاز اللي كانوا في شخصيه حمزه البسيوني. وكمان السيناريست فاروق صبري في حديث صحفي ليه في جريده المصري اليوم لما اتكلم عن فيلم احنا بتوع الاتوبيس، قال ان الفيلم ده هو اخده في قصه صغيره ما كانتش تزيد عن 10 سطور من كتاب للكاتب جلال الحمامصي، والكتاب ده هو كتاب حوار ما وراء الاسوار، والقصه كانت قصه حقيقيه ومأساويه، وده اللي خلى الفيلم فيه حوالي 20 مشهد تعذيب. وطبعا اول ما الفيلم نزل الرقابه ما وافقتش عليه وكانوا طالبين انهم يحذفوا ال 20 مشهد دول، بس ازاي؟ ده الفيلم اصلا مبني عليهم. وبيكمل وبيقول انا وصلت صوتي للسادات اللي اتدخل بنفسه وسمح بنشر الفيلم من غير ما مشهد واحد يتحذف، وقال لي جمله عمري ما هنساها: اكتب اللي انت عايزه في اي وقت واللي على راسه بطحه يبقى يحسس عليه. عارفين بقى مشهد عبد المنعم مدبولي لما كان مربوط زي الكلب؟ ده بقى حصل بجد، وهو ان في واحده ست جوزها اختفى فجاه وقعدت تدور عليه لحد ما بيجي لها جواب متهرب من جوزها بيعرفها فيه انه موجود في السجن الحربي، فراحت هناك وطلبت مقابله حمزه البسيوني وفعلا قابلته، بس حمزه البسيوني انكر وجود جوزها في السجن تماما. بس بعد محاولات وتوسلات كتيره من الست سمح لها انها تزوره بس في عيد الاضحى، ويوم الزياره اخدت بنتها معاها وطلعت على السجن الحربي علشان تشوف جوزها، عشان تتفاجئ ان جوزها طلع لهم بيحبي على ايده ورجله ومربوط بسلسله من رقبته زي الكلب بالظبط. ولما حمزه ساله قدام مراته وبنته انت ايه بالظبط؟ قول لمراتك وبنتك انت ايه؟ فرد عليه والدموع في عينيه وقال له كلب يا بيه. قال له طب والكلب بيعمل ايه؟ اعمل بقى زي ما الكلب بيعمل. فالراجل قعد يهوهو قدام مراته وبنته. قلت لي بقى انت ايه؟ انا كلب يا رمز بيه. والكلب بقى لما يحب يقول حاجه لصاحبه يعمل ايه؟ هو هو هو. فقعد حمزه البسيوني يضحك وهو مبسوط قوي وقال للست انا مش قلتلك ان جوزك مش عندي؟ انا اللي عندي كلب. والواقعه دي اكدها مصطفى امين بنفسه في كتابه سنه اولى سجن، وحكى كمان عن وسائل التعذيب في السجن الحربي وعن جبروت السجانين لدرجه انه سمى حمزه البسيوني الحاكم بامره، وقال كمان ان حمزه البسيوني عنده قدره جهنميه في تستيف الورق وتلفيق التهم للمعتقلين. وذكر في الكتاب ده بالتفصيل حقيقه الدوله البوليسيه اللي كانت مصر عايشه فيها ايام جمال عبد الناصر. ويجي سنه 63 ويصدر قرار بترقيه حمزه البسيوني لرتبه اللواء. ومن الغرايب اللي بيحكيها مصطفى امين في كتابه ان اول ما صدر القرار بترقيته حمزه البسيوني دخل على الرئيس جمال عبد الناصر في فيلا منشيه البكري في القاهره. فاول ما دخل جمال عبد الناصر قام واقف علشان يسلم على الضابط الكبير اللي دخل عليه، فبيتفاجئ جمال عبد الناصر بحمزه البسيوني وهو بيترمي على جزمته بيحاول يبوسها وعمال يعيط بحرقه، لدرجه ان دموعه بلت جزمه جمال عبد الناصر. طبعا جمال عبد الناصر اتخض وقام مقوم حمزه البسيوني من على الارض وقال له هو ايه اللي انت بتعمله ده يا حمزه؟ انت نسيت مكانتك ايه؟ انت ناسي انك لواء في الجيش؟ قال له يا ريس انا سمعت من المشير عامر انك اصدرت عليا الحكم بالاعدام. قال له ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا كل اللي قلته الحكيم انه ينقلك من منصب مأمور السجن الحربي لمنصب تاني يليق بالترقيه الجديده، انت خلاص كبرت على المنصب ده يا حمزه. فرد عليه حمزه وقال له يا ريس انا لو مشيت من السجن الحربي هموت، اعداء الثوره هيقتلوني اول ما اخرج، ابوس ايدك يا جمال سيبني وانا راضي بالمنصب ده. طبعا قدام عياطه وتوسلاته عبد الناصر سابه علشان يكمل القذاره والساديه اللي كان بيعملها في خلق الله. بس طبعا ربنا كبير عشان تيجي نكسة سنة 67 وتنتهي تمثيلية أعداء الوطن، وينتهي كمان الفساد والدولة البوليسية اللي كانت موجودة ساعتها، وتتكتب نهاية حمزة البسيوني. والشخص اللي كان متخيل إن مفيش حد هيقدر يشيله من مكانه بيصدر قرار بإحالته للمعاش وكمان القبض عليه والتحقيق معاه في كل ما هو منسوب إليه من انحرافات وجرائم. واللي زاد الطين بلة بقى إنه بيتم اتهامه بالشروع ومحاولة قلب نظام الحكم بالتواطؤ مع عبد الحكيم عامر. كل ده طبعا في الاخر هيودي على السجن، فتقدم للمحاكمه واتحكم عليه بالسجن لمده 2 وطبعا دي عقوبه تافهه قوي بالنسبه للمصايب اللي عملها. بس انا هقول لكم ليه، لانه صدر اوامر بعد انتحار المشير عبد الحكيم عامر، واللي ما كانش انتحار واللي اغلبنا عارفين هو مات ازاي، بس ده مش موضوعنا.
هنبقى نتكلم عنه في حلقة تانية. المهم الأوامر دي صدرت بوقف التحقيق في جرائم التعذيب اللي كان بيعملها حمزة، لأن حمزة كان مصمم إنه يذكر في التحقيق إنه فعلا قتل معتقلين وسياسيين كتير، بس قتل كل واحد منهم بأمر صدر ليه من أحد مراكز القوة اللي كانت موجودة ساعتها، وإنه معاه كشوفات فيها أسامي كل المعتقلين اللي قتلهم، وقدام اسم كل قتيل موجود اسم اللي أمر بقتله. فطبعا مراكز القوة شافت إن التحقيق في جرائم التعذيب دي هتدخلهم كلهم القفص معاه، فعشان كده أمروا بوقف التحقيق في الموضوع ده. وبعدها بيقضي حمزة أسود سنتين في عمره في سجن القلعة. أصل كان الكل بيتشفى وشمتان فيه للدرجة اللي كانت بتخلي أقل عسكري يبهدله ويمسح بكرامته الأرض. وادخلوا كده شوفوا أحمد فؤاد نجم واللي كانوا معتقلين أيامها كتبوا إيه عن المذلة اللي كان بيتعرض لها حمزة البسيوني جوه السجن. بس بالرغم من كده كل اللي حصل معاه في السجن مش كفاية أبدا على المصايب اللي كان بيعملها، ويخرج حمزة من السجن ويكمل حياته بعيدا عن الحياة العامة، ويتبرأ منه كل الضباط الأحرار وينكروا صلاتهم بيه أصلا. وفي القرار الجمهوري رقم 1386 لسنة 1972 رغم تجميع كل أسماء الضباط الأحرار واللي كان عددهم 168 ضابط، وكان مضمون القرار بصرف معاشات ليهم تعادل معاشات الوزراء، بس حمزة البسيوني اسمه ما كانش وسطهم. والحاجة اللي جاء اسم حمزة البسيوني فيها هي مذكرات صلاح نصر وعبد اللطيف البغدادي، وكان اسمه بيجي دايما مصحوب باللعنات، ده حتى صلاح نصر الشيطان اتبرى منه. ويجي يوم 19 نوفمبر سنة 1979 وكان أول أيام العيد، كان مسافر حمزة هو وأخوه في العربية بتاعته، وكان سايق بسرعة جنونية وبيصطدم بعربية نقل محملة أسياخ حديد، والصدمة كانت قوية جدا للدرجة اللي خلت الأسياخ تنزل من العربية وتترشق في كل حتة في جسم حمزة، لدرجة انهم اضطروا يقطعوا صاج العربية عشان يعرفوا يخرجوا الجثة. ده حتى المستشار خيري يوسف رئيس محكمة الاستئناف السابق كان هو ساعتها وكيل النيابة اللي جاله التكليف بمعاينة جثة حمزة البسيوني. بيحكي انه لما خرج هو وزمايله علشان يعملوا المعاينة ما كانوش قادرين يكملوا المعاينة بسبب بشاعة المنظر، والموتة البشعة دي من وجهة نظري هي أقل رد وعقاب من ربنا عليه. وسؤالي بقى، تفتكروا ان جمال عبد الناصر كان يعرف حاجة عن انحرافات وجرائم حمزة البسيوني؟ من وجهة نظري انه لو كان يعرف وساكت فدي مصيبة، وانه لو كان ما يعرفش فدي كارثة. وبكده انا خلصت. انا ميدو جبريل من برنامجكم ميدوبيديا، ولو المحتوى بتاعي بيعجبكم ما تبخلوش عليا بدعمكم باللايك والشير لو كنتوا بتشوفوني على الفيسبوك، بالاشتراك في القناة لو كنتوا بتشوفوني على اليوتيوب. شكرا ليكم واستنوني في حلقة جديدة.